يعني اليوم كان عندنا جلسة مع مجلس الوزراء وتحدثنا فيها بكل مكاشفة بكل صراحة. اليوم وجود مجلس الوزراء بمحافظة إربد للمرة الثانية هي بادرة طيبة من الحكومة، ونهج خطته هذه الحكومة بالتواصل بشكل مباشر مع أبناء محافظة إربد من خلال ممثلينهم أو المؤسسات الخدمية اللي موجودة فيها. اليوم تبعيات لها، اليوم كان في تركيز على المشاريع التنموية من قبل نواب محافظة إربد برفع مستوى الخدمات للمواطنين، تحويل إربد لإقليم سياحي اقتصادي. اليوم المطالبة بوجود مطار تجاري زراعي يخدم محافظة إربد، التركيز على أبرز الطرق اللي هي من خلالها ممكن تكون فيها حلول مرورية، لأنه إحنا بنشوف محافظة إربد حطينا الحكومة بالصورة أنه عم تختنق اليوم، ولا بد من البدء بنفق الثقافة بالشوارع دائري إربد. كلها هاي مشاريع خلال المرحلة القادمة تم طرحها. اليوم كان في مراجعة أيضا للمشاريع السابقة من خلال يعني الانتهاء من مستشفى الأميرة بسمة، اليوم التركيز على المشاريع الربط ما بين الطريق الدائري والطريق الرئيسي لإربد عمان. اليوم المشاريع اللي هي تعنى بالسياحة، تطوير منطقة أم قيس، تطوير منطقة القويلبة، الرفع الرعاية الصحية بمحافظة إربد من خلال تحويل مستشفى الأميرة بسوة القديم لمستشفى مصغر أيضا يخدم على مدار ال 24 ساعة. في 17 مدرسة أيضا اليوم أعلن عنها دولة الرئيس، إشي تم الانتهاء منه، إشي قيد الإنشاء خلال المرحلة القادمة. مشاريع كبيرة يعني تحظى باهتمام يعني الحكومة. تم أيضا اليوم وضع يعني الحكومة على أبرز المشاريع مثل ما حكيت لك لمحافظة إربد، اللي هي ممكن أنه تعمل على حل، تكون هي جزء من الحلول الاقتصادية للمرحلة القادمة. نعم، اليوم ساعتك ما يقارب مليار دينار، 700 مليون كانت المبلغ المتخذ من قبل المشاريع وتكلفة هذه المشاريع. اليوم هل في مشاريع قادمة سوى المشاريع اللي تم الحديث فيها عن الجلسة الأولى؟ يعني اليوم بشكل عام صار في متابعة لهذه المشاريع القديمة. اليوم أنا بعتقد أبرز المشاريع اللي انحكى فيها من قبل النواب طرحها على البرنامج التنفيذي. صار في توسعة على البرنامج القديم، لكن اليوم على نفس المشاريع اللي هي سابقا اللي تم الحديث عنها. هل من مطالب جديدة اليوم؟ طبعا اليوم المطالب اللي حكيت لك عنها كلها مطالب جديدة: وجود مطار تجاري، إعلان إربد كإقليم سياحي اقتصادي، البدء بنفق الثقافة، إربد الدائري. كل هاي مشاريع على نفقة الحكومة. طبعا يعني اليوم احنا كان في رفض من النواب على موضوع انه إربد الدائري يكون هو طريق مدفوع.